عمرك سألت نفسك ليه رغم إنك بتعمل محتوى ممتاز وبتنزل باستمرار وبتقدم قيمة حقيقية لكن مفيش مبيعات؟ المشكلة مش في المحتوى، المشكلة إنك بتشتغل من غير سيستم بيعي واضح يمشي العميل من أول معرفته بيك لحد ما ياخد قرار الشراء. أنا عبد الرحمن علي، ديجيتال ماركتينج من 2018. بساعد المدربين والكوتشز اللي عندهم خبرة وعلم ورسالة كبيرة يقدر يفيد بيها عدد كبير من الأشخاص، ولكن للأسف مش بيقدر يعمل مبيعات بشكل مرضي ويكون عنده دخل ثابت متزايد من خلال المبيعات. ودي بعض من آراء عملائنا اللي ساعدناهم. أنا ضحى عبد القادر، كوتش دعم نفسي. وبصراحة أنا من الناس اللي جربت كتير جدا في مجال الماركتينج، وأخدت استشارات كتير وكورسات أكتر. بس بصراحة مع تجربتي مع برومو ماركتينج بلان كانت مختلفة جدا، لأن هم بصراحة مش بس بيدوا معلومات، لأ هم بيدوا وسائل إن أنت تقدر تحقق المعلومات دي على الأرض. لأن أغلب الكورسات أو أغلب الاستشارات بتقول لك تعمل إيه، بس ما بتقولش إزاي تعمله، ما بتخليكش تطبق أو تديك الطريقة اللي أنت تقدر تطبق بيها المعلومات دي على الأرض. فبصراحة أنا استفدت منهم جدا. أستاذ عبد الرحمن علي أكتر من رائع. ساعدني جدًا، نوّر لي حاجات في دماغي أنا ما كنتش فكّرت فيها قبل كده برغم كل الكورسات اللي أنا أخدتها. أنا عبد الله الجندي، أنا أخصائي تأهيل ودعم وإرشاد نفسي. كنت حابب النهارده أشارككم بتجربتي مع شركة برو ماركتنج بلان، والحقيقة أنا التجربة بالنسبة لي تجربة أكثر من رائعة، وبشوف اللي بيميزهم عن غيرهم 3 حاجات أساسيين. أول حاجة، الناس ديت محترفين وفاهمين بجد اللي بيعملوه. في ناس كتيرة جدا للأسف في السوق بيدعوا إن هم فاهمين ويقول لك هنعمل خطة تسويقية وهنعمل حملات، وللأسف ياما دفعنا فلوس وما وصلناش اللي احنا عايزينه. الناس ديت بجد فاهمة هي بتعمل إيه، فأنا سعيد جدا بالتجربة معاهم. أشكر شركة برو ماركتنج بلان وخصوصا مستر عبد الرحمن علي على المعاملة الرائعة والاهتمام الكبير. وحابب أنصح أي مدرب أو استشاري أو أي حد بيدي تريننج إن هو يتعامل مع برو ماركتنج بلان، وهتكون إن شاء الله تجربة. أغلب المدربين بيشتغلوا بشكل منفصل، محتوى هنا، إعلان هناك، ولينك واتساب في البايو، بس مفيش خطة تمشي العميل خطوة بخطوة داخل رحلة بيع واضحة. النتيجة بيجيلك تفاعل بس مش مبيعات، بيجيلك ناس مهتمة بس مش جاهزة تشتري. وده سببه إنك مش بتقدر تكلم كل شخص حسب وعيه ومرحلته. كتير من المدربين بيقعوا في نفس الغلط ده من غير ما ياخدوا بالهم، بيتكلموا مع كل الناس بنفس الطريقة وبيفتكروا إن رسالة واحدة تنفع توصل للجميع، لكن الحقيقة إن كل شخص في جمهورك عنده درجة وعي مختلفة ومحتاج يسمع رسالة بطريقته هو. واحد لسه مش عارف إن عنده مشكلة أساسا، وواحد تاني حاسس بالمشكلة بس مش عارف ولا واثق في الحل، وواحد جاهز يشتري بس محتاج دفعة أخيرة. فلما توجه نفس الكلام لكل دول محدش منهم بيتحرك. مثال، لو بتقدم برنامج لبناء الثقة بالنفس، ما ينفعش تكلم كل اللي لسه مش واثق في نفسه بنفس الأسلوب اللي اتكلم بيه شخص جاهز يتغير ويدور على خطوات عملية. الأول محتاج إلهام وتحفيز، والتاني محتاج وضوح وخطة. لما تبدأ تكلم كل نوع من جمهورك حسب وعيه، هتلاحظ إن تفاعلك زاد واستجابتهم بقت أقوى، ومبيعاتك بدأت تحصل بذكاء مش بالحظ. وكمان في نقطة تانية بتكون سبب رئيسي إن المبيعات واقفة، وإن العرض والتسعير نفسهم مش معمولين صح. يعني ممكن تكون عندك خدمة قوية فعلا، لكن طريقة عرضها أو تسعيرها هي اللي بتخلي العميل ما يتحركش ناحية الشراء. زي إيه؟ تخيل إنك في القاهرة وقفت تاكسي وقلت له وديني دبي، الراجل أكيد هيبص لك كده باستغراب، مش علشان هو مش عايز يوصلك، لكن لأن الطريقة نفسها مش مناسبة للمسافة ولا الهدف. ونفس الشيء بيحصل في البيع لما العرض أو التسعير مش متناسق مع المرحلة اللي فيها جمهورك أو القيمة اللي شايفينها. مهما صرفت على الإعلانات النتيجة دايما هتكون صفر. الحل مش إنك تغير الطريق، الحل إنك تغير التاكسي أو
العرض بتاعك، وتبني تسعير بطريقة يخلي العميل يشوف السعر كاستثمار في نفسه مش تكلفة عليه. كان عندي عميل بيبيع كورس ب47 دولار، وهدفه إنه يحقق 3000 دولار في الشهر. يعني كان محتاج يعمل حوالي 64 مبيعة شهرية علشان يوصل لهدفه. بس رغم كل المجهود اللي كان بيعمله، محتوى، إعلانات، تجارب، كان بيقف عند 10 مبيعات أو 15 مبيعة بالكتير جدا. يعني حوالي 500 دولار في الشهر ماكسيمم، وبعد تكلفة الإعلانات والمصاريف تقريبا ما كانش بيكسب حاجة. النتيجة إحباط وتعب وإحساس إنه بيجري في دايرة مقفولة، وده لأن السعر والعرض وطريقة التسويق نفسهم ما كانوش مناسبين مع هدفه ولا مع المرحلة اللي فيها جمهوره. بدأنا نراجع مع بعض العرض بالكامل. بدل ما نحاول نبيع كورس رخيص لعدد كبير، حولنا التركيز إننا نبيع قيمة أعلى بسعر أعلى لجمهور محدد فعلا محتاج الحل. غيرنا طريقة العرض وطريقة الرسالة، وبدل الإعلانات العامة عملنا منظومة بيع ذكية فيها فانل واضح من أول الإعلان لحد المكالمة. والنتيجة من أول شهر بعد التعديل باع أقل من نص العدد اللي كان بيحلم يوصله، لكن حقق دخل أكتر من هدفه الأصلي. يعني بدل ما يجري ورا 64 مبيعة ب47 دولار، عمل 10 مبيعات بس بسعر أعلى ووصل لل3000 دولار اللي كان شايفها مستحيلة. لما تبني عرضك وتسعيرك بطريقة ذكية ومبنية على قيمة مش الكمية، وقتها المبيعات هتيجي بسهولة والمجهود هيبقى ليه معنى. اللي انت محتاجه هو طريقة متكاملة بتربط كل المراحل دي مع بعض. يعني محتوى يجذب العميل الصح، رسالة تسويقية بتخليه يفكر ويقول ده الشخص اللي كنت بدور عليه، عرض واضح فيه قيمة حقيقية تساعده ويحقق هدفه ويوصل للنتيجة فعلية مثلا، وبينار في قيمة حقيقية أو مكالمة استشارية بتساعده فعلا يفهم مشكلته بشكل مختلف ويعرف حلول ليها أو مقنعة. للأسف من غير الخطوات دي هتفضل تلف في نفس الدايرة، تعمل مجهود كبير ونتائج قليلة. لما تبني السيستم ده بشكل صحيح، هتبدأ تلاحظ إن الناس بتجيلك جاهزة تشتري. العميل مش بيحتاج تقنعه، هو اللي بيسألك إزاي أبدأ معاك. علشان كده أنا فاتح عدد محدود من المكالمات المجانية، هنتكلم فيها سوا عن حالتك بالتفصيل، ونحط خطة عملية مناسبة لمجالك ونوع الكورس أو الاستشارات اللي بتقدمها. لو حابب تشوف الطريق اللي فعلا يقدر يبيع لك كل يوم بشكل ثابت، احجز مكالمتك دلوقتي من الزر تحت الفيديو، وخليها تكون أول خطوة حقيقية في بناء بيزنس بيشتغل حتى وانت مش موجود. شكرا لكم والسلام عليكم.